السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيفتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنحكي لكم قصة امل مع الشوافة الضوية وكيفاش حتى دمرات حياتها بسببها. كملوا معايا القصة حتى الاخير. امل بنت من اسرة على قد الحال، باها خدام في المارشي وامها خياطة كتخيط للناس في الدار، ما عندهاش المحل، وعندها ختها وحدها اسمها سناء. باها اسمه المهدي وامها اسمها نعيمة. امال ولدت همها في الدار وكبرات وتربات في الفقر. فاش كملت امل 3 سنين تزادت ختها سناء، كبروا مع بعضهم في حال توام وفاهمين. امال تبارك الله كتفتي بمزين، بيضاء وشعرها كحل وعيونها كحل وكبار. كانت كتجي عند ماماهم واحد الشوافة اسمها الضوية تخيط عند الأم ديالهم. الضوية عندها بنت اسمها حسنة وهي قد أمل في السن. كانت كتجيبها معها وتبقى تلعب مع أمال وسناء، وكانوا صحابات وكانوا كيقراو مع بعضهم، وكل نهار كتجي عندهم ويمشيو موانسين للمدرسة. دازت عام وهي كتجي عندهم والأم ديالهم ما عرفهاش شوافة. كتجي عندها وتبقى تجمع هي وياها بالهضره وتمشي في حالها. فاش كملات امل 19 عام بداو يجيو فيها الخطاب، ولكن ما كتقبلش حيت باقا كتقرا وما كتفكرش تزوج حتى تخدم وتكون مستقبلها. وفي واحد النهار كانوا كيفطروا وسناء ما فاقتش، مشات عندها امل تفيقها باش يمشيو لافاك بجوج. قالت ليها انا مريضه، غير مشيتي وحسنه. حسنة داك النهار ما جاتش ومشات امل بوحدها المدرسه. وفاش كانت ماشيه وقف عليها واحد الولد بالطوموبيل، قال ليها اختي خصني نهضر معاك اذا كان ممكن. قالت ليه انا ماشيه المدرسه وما عنديش الوقت. نزل من الطوموبيل وبقى تابعها وخصو يهضر معاها، وهي رافضه تهضر معاه. الولد طويل وسمر وعنده حقه في السن وبين فيه سبورتيف. قال ليها صافي انا غنمشي وما نزيدش نبرطك، ولكن خلي لي نمره التليفون ديالك ضروري. قالت ليه ما عنديش التليفون، وهو يقول ليها ويلي ما يمكنش، واش كاينه شي وحده ما عندهاش التليفون في هذا الوقت؟ قالت ليه والله القسم ما عندي التليفون، غير خليني نمشي. قال ليها صافي واخا انا مشيت. مشى في حاله ودخلات امل لافاك وكملات الحصه ديالها. وفاش كانت راجعه للدار وقف عليها داك الولد نيت، نزل عندها وهو في يدو تليفون. قال ليها ها هو التليفون، دابا ما عندك فين تهربي. تفاجأت وقالت ليه واش بنيتك؟ انا ما غنقبلش منك هاد التليفون، غير كتحمق في راسك. وبقى كيقول ليها انا ما غنتحركش من هنا حتى تاخذ هاد التليفون، انا ما باغي منك والو، بغيت غير نهضر معاك، اذا تفهمنا نجي نخطبك مضربك. شدات داك التليفون وقالت ليه صافي واخا، غير ما تصونيش عليا حتى نصوني لك انا. قال لها صافي واخا وقولي لي اسمك بعدا. قالت له انا اسمي امل. قال ليها متشارفين لا امل. قالت له انت شنو اسمك؟ قال لي اسمي يوسف. صافي ومشى في حاله، وهي مشات للدار وخبات داك التليفون في الماريو مع حوايجها. تغدات وبقاو جالسين هي واختها كيهضروا. جاب باها من المارشي، قال ليها واحد الولد صاحبي خصو يزوجك الولد. قالت ليه لا با، انا ما باغيش نتزوج دابا حتى نكون مستقبلي. قال ليها واخا بنتي الله يرضى عليك ويعاونك في الدراسه ديالك. ماماها قالت ليها وبقيت رفضي في الخطاب حتى تبقى بلا زواج. فاش جا الليل ونعسات اختها طلعت للسطاح وصونت على يوسف. قالت له انا امل. قال ليها على السلامه، نهار كامل وانا كنستناك غير وقتاش تصوني. وبقاو كيهضروا ويتعرفوا، وكل نهار فاش كتنعس اختها سناء كتطلع للسطاح وتهضر معاه حتى بغاتو وبغاها. وبقات كل نهار فاش كتكون ماشا لافاك كتخلي اختها وحسنة يدخلوا للمدرسه، وهي كتمشي تشوفو عاد تدخل الحصه. في واحد الصباح فقت امل واختها بحال كل نهار، فطروا ومشاو للمدرسه
وملي رجعوا تغداو ودخلوا لبيتهم، وهي تمشي تشوف التليفون لقات صوني يوسف وهي تصوني ليه. قال ليها امل انا صافي ما بقيتش بغيت نبقاو بعاد على بعضنا، انا غدا غنجي نخطبك من والديك. تفاجات وفرحات وفي نفس الوقت بقات كتفكر في الدار ديالهم كيفاش عامله والحياه ديالهم وهو كيفاش عامل، وهي تقول مع راسها صافي خليه على ربي، اللي بغاني غيبغيني كيف ما انا وفين ما كنت عايشه، وماشي انا اللي اخترت حياتي، كل واحد وفين ربي بغاه يعيش. الحمد لله انا كنبغي عائلتي وغير الظروف اللي ماشي مناسبه. جاوباتو قالت ليه صافي واخا انا نهضر مع ماما ومرحبا بك. مشات امل عند ماماها وقالت ليها ماما واحد الولد بغا يتزوج بيا. قالت ليها وفين شافك بنتي؟ قالت ليها عقلتي النهار اللي مشيت بوحدي لافاك، هذاك النهار شافني وشرى لي تليفون وبقينا كنهضروا، والولد ماما معقول ولد الناس، وقال غدا غيجيب والديه ويجي يخطبني. قالت ليها امها ويلي يا بنتي على غدا من غنبداو، خاصني عاد بنتي نصب نطلامط ونسيق الدار ونشريو الحلوى ونوجدو. وقالت ليها صافي انا نقول له حتى نهار السبت. عيطت له قالت ليه ماما ما بغاتش غدا، زربنا عليها حتى نهار السبت. قال ليها صافي لالا واخ يلا انا عطيتك سيمانه توجدي على خاطرك. صافي قطع التليفون ودوزو داك السيمانه كامله غير في التوجد، فين ما تجي عندهم الشوافه تلقاهم كيصبنوا وكيوجدوا، وهي تسولها الشوافه قالت ليها نعيمه اختي اش هاد التوجد وتصبين ياك ماشي حد ما يجي عندكم؟ وهنا غلطت الام امال وقالت ليها امال بنتي ما جين فيها الخطاب. وهنا الشوافه وجهت لون وشحفات. قالت ليها بصح الله يجيب لها التيسير، وقتاش ما تجين؟ قالت ليها نهار السبت ان شاء الله. وهي تمشي شوافه للدار قالت لبنتها صاحبتك امال جاو فيها الخطاب وانتينا بنتي والو علاش شني ناقصك؟ قالت ليها حسنه هو بصح فوقاش هادشي؟ قالت ليها السبت ما يجيني يخطبوا. قالت ليها اي والله يجيب لها التيسير كل واحد ورزقه. جا نهار السبت وجاو الناس اللي غيخطبوا امال، جا هو وختو وامو وخالته هازين الورد والشوكولات والذهب والكادوات والطوموبيل كيفاش عامله. وهنا كانت الشوافه وبنتها في السطح كيطلوا. سناء ملي شافت يوسف قتلها الحسد وبغات تحماق. قالت لماماها ما يمكنش يا ماما نخليها تزوج به، شحال زوين تبارك الله وبوكوس، هذا نستاهلو انا. قالت ليها امها هي اذا عاونتيني دقه وحدها ودقه وحده نجيب لهم التمام ويجي حتى لعندك كيجري بحال الهبيل. قالت ليها وشنو نعمل؟ قالت ليها سيري غدا عندهم فحال ديما ما تبيني والو وجيبي لي طريف من شعرة امال وشي حاجه من حوايجها وهو غير اسمه كافي. على غدا مشات حسناء لعندهم وقالت ليها مبروك عليك صاحبتي، فرحت لك بزاف، العقوبه علينا انا وسناء. وهنا كيكون سالا الجزء ديالنا الاول ديال القصه. كنتمنى تكون عجبتكم القصه، ما تنسوش تخليو لايك وابوني وتستناو الجزء الثاني ان شاء الله. السلام عليكم.